وظيفة الفقيه، ولذلك الفقه صعب. السيد إمام المظلومين الشيرازي رحمة الله عليه في موسوعة الفقه يفتي بأنه العوام العامة ذولا من يطلق عليهم السنة طبعا ذولا كفار نعم والنواصب نعم، ولكن في الموضوع مو في الحكم. يعني حكمهم عند الله يوم القيامة كفار، يعاملهم كفار لأنه هذا مو دينه. يعني الله راح يحشر السنة أمامه في يوم القيامة وفي يوم الحساب ويقول لهم هل هذا الدين الذي أمرتكم به؟ فيكتشفون أنه لا، مو هذا هو الدين، فيحشرهم مع الآخرين اللي حرفوا من أديان الله عز وجل مع بقية الكفار، لأنه مو هذا دين الله. الله مو دينه أنه واحد يعتقد بإمامة أبي بكر وعمر، مو دين الله هذا. دين الله أن تعتقد ب12 من بعد النبي صلى الله عليه وسلم.